لا تاخذني عليك حفلات بنوبها. معك حق، بس كمان مو معقول نرفض دعوة أبو سمهر. الزلمة وضعه ما كان بالبلد وبجوز يلزمنا على غفلة. شو يعني؟ وإذا عمل قصر جديد ضروري يعمل له حفلة مطنطنة يعني؟ لك ستي لا تدققي، الزلمة حابب يفرح بحاله. شفت مرته أم سمهر شو شايفة حالها ومأنزعة وكأنها مالك القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة وحدة، هذا كله رخام من إيطاليا، ولا تعوا شوفوا هالعفش ما أحلاه، هذا أنا سافرت بنفسي على إسبانيا وجبته من هونيك، ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها، وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على أوض النوم. يخرب بيتها ما لها مصدقة حالها بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم تودعني؟ شو ام طارق؟ لساتكم ساكنين بالفيلا القديمة المهريرة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك انت. ها الحق علي أنا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لأنه انت غصبتني عن روحه وأنا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح أعمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها منوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا سمعنا من هالحكي كتير. مزبوط، بس هالمرة رح أظبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ انت ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها. شو بها؟ أنا عم حاول دبر لها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسيانين تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي على الرواق، تعي. شو رأيك بقطعة هالأرض يا أم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، انت شو رأيك؟ والله أنا شايفها نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف. ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي لجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد أبدا أبدا. ولو يا أم طارق خايفة علي قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها، ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج إيفيل. بس أنت طولي بالك علي شوي. ألو ألو يا غالب، الله يرضى عليك اتصل لي بالمؤسسات الهندسية كلياتها. ايه بدي اسم أحسن مهندس بالبلد. ايه الله يرضى عليك لا تأخر، بس مو تنام على القصة، بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر. الله معك، مع السلامة. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات سلاف، شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير استاذ، الله يطولنا بعمرك. بتحب توقع البريد استاذ؟ ما في مانع، هاتي لشوف. الاستاذ. ايوه. شو هذا طلب اجازه لابو موفق لمده اسبوع لانه بده يعمر بستان وغرفتين يجوز فيها ابنه. مع عدم الموافقة ما بدنا نفتح علينا هالبواب هلا. وهاد شو؟ وهذا استاذ طلب قرض لابو فارس ب 15,000 ليره لانه بده يجهز فيه يوم بنته كمان. مع عدم الموافقة لأنه ما حدا عم يلتزم بالسداد. وهاد شو؟ هذا طلب اجازه امومه لمسامر عامله السنترال. مع عدم الموافقة. بكير عليها، شو صاير لها؟ لساتها بالشهر الثالث. في شي غيره؟ لا سلامتك استاذ. الله يرضى عليكي، وصيلي على فنجان قهوة. بتحب استاذ جيب لك معه صحن بتيفور؟ لسان القطة، ما في مانع. امرك استاذ. يا سلاف، نعم استاذ. لا تترقصي بمشيتك إذا بتريدي، نحن بالمكتب مو بالشقة. امرك استاذ. صباح الخير سيدي.
أهلين غالب، شو صار معك بأسماء المهندسين؟ تفضلوا جاهزين. أوف، شو ها؟ ولك يا بني آدم أنا قلت لك بدي اسم أحسن مهندس، بقى وين جايب لي 20 اسم أنت؟ على هوا ما فهمت انه هدول هن احسن مهندسين بالبلد، وهن اللي عم يصمموا وينفذوا كل فيلات المسؤولين. ولك أنت ما بتفهم؟ عم قل لك أنا بدي اسم أحسن مهندس وبس. طيب سيدي، عفوا. هذا هو احسن مهندس بالبلد. مهندس ماهر شرف الدين. بعت لي إياه فورا. فورا سيدي. ولك يا غالب يا زفت، وينو هذا المهندس ماهر؟ لك شو مشغول؟ شغله واحدة تسهل أمره. أنت قلت له أبو طارق بده إياك؟ إيه وشو قال لك؟ عظيم، أصبح بكرة بتجيبه موجودا لعندي. إيه ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. Past all that already, and you know it. Now give me what I need. احترامي سيدي. How is he choosing? Glad you could come, Miss McLeod. أهلين We غالب. appreciate the infrared. سيدي وصل المهندس ماهر شرف الدين. خليه يدخل على الصالون يستنى. حاضر سيدي. He's right in front of you. Take your time. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر مالنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى على الحاجة. لك أنا حاجب هاد، بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربها طناش، بقى شو القصة؟ صدقني يا سيدي إني مشغول كتير. عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندى بالمالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شاليه على البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فورا بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي إلي وبس. منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي أقول للعالم؟ قل لهم عندي شغل ضروري لأبو طارق، وإذا حدا زعجك بكلمة وحدة قل لي. على كل حال بكرة الساعة 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الأرض يلي رح عمر عليها الفيلا. منيح هيك؟ شو يا أستاذ ماهر؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ انت شفت لي هالمناظر ما احلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك استاذ؟ انت مهمتك هلا تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب. يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل استريح. يا سيد ماهر، أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة. وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ آرك دو تريامف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل مطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا. غرفة للحراس، ولا لك اعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى لأن فيه هيك ريحة. وبدي الأرض رخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر. 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمة على القليلة. وبدي غرفتين سفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي، واحد إلنا، وواحد للأولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج ينعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأراجيل والمتة. إيه طبعا. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات.
وبدي 3 مناسف، واحد للفريكي وواحد للكبسة وواحد 3 مسابح واحد صيفي وواحد شتوي وواحد ميته فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش إنتاج شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع؟ ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قولوا لي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الآلات صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما استلمت إدارة هالمعمل كان عمرها 5 سنين بس. صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف، 19 سنة؟ فظاعة شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا. انتوا ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟ سيدي نحن أحب على قلبنا، بس بدنا قطع تبديل. مزبوط، معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا أستاذ، وصل المهندس ماهر ومعه الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر أستاذ. وهلأ يا جماعة بدي منكم تقرير بأسباب كساد إنتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسة لهالموضوع، واجتماعنا بإذن الله ب20 الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجة. حاضر. حاضر. يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معك؟ جبت لك الكتالوجات سيدي، تفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اسوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجودة عندي، هي كتالوجات لأشهر الفيلات العالمية بالشرق الأوسط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا بني آدم، بيصير أنت ما عم تفهم علي؟ أنا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريدة زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي السور مثل أسوار القلعة، له حصون وله أبراج، والجناين بدي إياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي إياه على شكل الهرم. لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الأرجيلة. أرجيلة؟ إيه نعم. يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغل لي مخك شوي. شغله يا أخي. أنا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا أبداً. عظيم كتير. شو رأيك أم طارق؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب هي شغل. حيطان الغرف رح اعملكم اياهم دائريه وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل ابر بتكيه. منيح؟ ايوه. طيب بالنسبه للتبريد والتدفئه رح اعملهم على الطاقه الشمسيه، ورح اعمل الابواب تنفتح وتتسكر لحالها على صوت حضرتك او على صوت ام طارق. بصير هالشي؟ طبعا بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالابواب؟ ابدا سيدي. سمعاني ام طارق؟ ما حدا عنده مثلها. ومن جهه تانية رح تجيكم المي مخلوطه بريحه الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغلة؟ ابدا مدام، انا صممتها مخصوص لكم، ورح اساوي لك فوق غرفه بلور ببلور ما بتسمع فيها الا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح اعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على 100 مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر. سمعاني ام طارق؟ قال مشان فكر لحالي، بس انا خايف. ولا يهمك معلمنا، هيك غرفه ما حدا عنده منها منوب. ورح اعمل لك جزيره بنص المسبح، ورح ازرعها نباتات استوائيه. مرحبا. اهلا وسهلا سيدنا، يا اهلا، شرفتوا. يعطيك العافيه. تفضل اهلا وسهلا. شو اخبار الفيلا تحت انظارك يا ماهر؟ لا تمام، الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ ابدا مو لا لا لا، قل لي اذا ناقصك مواد انا مستعد اطمرك تمر بكل شيء ناقص. الله يطول عمرك. الحقيقه يا ماهر انا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطه على المخطط.
تكرم عينك، ولو انه انا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافه. عظيم، يعطيك العافية. بهالمناسبة بدي اياك تساوي لي إلي برج حمام على آخر طابق، لأني أنا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيفي يقول لي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينة إن للجاج، مو مشاني، مشان أم طارق، لأنه أم طارق من لما كانت صغيرة كانت تطعمي الجاجات بإيدها بالضيعة. عفوا بس على هالصورة صار بده. لا تغلط بالحكي، ما في أروع وأغلى من أيام الطفولة، ولازم يكون عنا بالفيلا أشياء كتير تذكرنا فيها. أمرك أبو طارق. ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا معلمي، تشرب قهوة؟ لا والله يا ام فايز، لسه ما خلصت الفيلا. ايه مزبوط طولنا، بس اللي بده يعمر شيء لازم يعمره على اصول مشان يفتخر فيه. يا ستي باقي لنا المسابح والمطابخ والمنازل، سيراميك والبورسلان. صدقيني يا ام فايز لحد هلا ما اعتمدنا. الله وكيلك عم ببرم على كل هالفيلات والقصور اللي عم تتعمر بالبلد، وما في شي عم يعجبني، كله مشرشح وما في ذوق. لا تقل شيء. والله لسه ما بعرف يا ام فايز، ما عم لاقي بالسوق حنفيات تعجبني، ما في شي مرتب، ولهالسبب بجوز سافر انا وابو طارق ونجيبهم من برا. لسه ما قررنا وين بدنا نسافر. اهلين يا اهلين ام فايز، خلينا على اتصال. الله معك. يخرب بيتها مثل المحقق، بدها تعرف البيضة من بعضها. يخرب بيتها شو كتيرة غلبة. المهم يا ام طارق لا تحكي شيء لحدا، الله يرضى عليكي، هيك لحتى نخلص. وقتها بنعزم الناس حتى يشوفوا بعينهم ابو طارق كيف وقت اللي بده يعمر بيعمر. ايه اكيد رح تطلع عيونهم بالطول وبالعرض. ولك واخرتها بقى شو قصة هالكساد؟ قولوا لي شو الحل برايكم؟ والله يا سيدي أنا بقترح إنه يوقف إنتاج المعمل شي 6 شهور على القليلة. يخرب بيتك على هالحل المشبوه. بدك توقف المعمل 6 شهور؟ سيدي أنا قصدي إنه يعني بدك تطالعني كذاب قدام مجلس الوزراء وقدام الصحافة؟ بقى لاقوا لي حل تاني بسرعة. ولك أنا باعت خطط الإنتاج لمجلس الوزراء وواعدهم بالنسب السريعة المرتفعة، مو واعدهم بتوقيف الإنتاج. اصبح يا سيدي ما في إلنا غير نجدد الآلات القديمة. أوه علينا، صرت سمعان هالحكي منكم 100 مرة. ولك ما عندكم غير هالحل؟ ما عندكم؟ العمى منقول لهم تور بيقولوا حلبوا. تحديث الآلات بده قطع نادر، عم تفهموا هالشي؟ ادخل. شو هو؟ سيدي هذا آخر موديل لكراسي التواليت، بعت لك يا أبو حسام وكيل الصحية وقال لي إنه اليوم وصلوا بالطيارة. يا شباب نحن رح نأجل اجتماعنا للأسبوع القادم، بس بدي كل واحد منكم يلاقي لي حل جذري، لا تنسوها. أمرك أستاذ. لا لأنه بتروحوا وبتنسوا. حاضر أستاذ. أمرك. الله معكم. ولك يا بني آدم كم مرة قلت لك لا تجيب شيء بيتعلق بالفيلا لهون؟ يخرب بيتك بيدي. سيدي والله مو ذنبي، هو حكى معي وقال لي خذ هالبيدة لمعلمك. بصراحة ما عجبني يا أخي، الفتحة كأنه ضيقة وخطرة، يعني الواحد بده يضل مقرقز عليها. بعدين شو اللون يا أخي؟ أبيض، بلدي كتير. نزلوا على الأرض لشوف حتى يجربوا، نزلوا. شرف. هاشم المالح هو وأولاده. ابو طارق عزوم الوزير عبد الفتاح العساف هو ومرته، وعبد الحكيم الانعام هو ومرته، وفياض موسى فياض هو وحرمه. ولا اقول لك ليش هذا بلا ما تعزمه. لا تغلطي، شلون ما عزمه؟ هذا زلمه مغترب وراجع على البلد ومعه اموال ما بتاكل النيران، وعم اتصل فيه باستمرار مشان نعمل مشاريع مشتركه سوا. وبدي تعزم لي ام سمهر وابو سمهر، والله لخلي عيونها تبظ وهي عم تتفرج على الفيلا، ولخليها تدوخ دوخان وما تعرف ليش دايخه. الو. ايوه اهلا استاذ انس. لحظه.
الو، اهلين استاذ انس. شلون؟ ما تدبر معك 10 خدام لونهم اسود؟ لك انت لك يا اخي اصبغ لك كم واحد. ايه طبعا بدي منك تخلق لي اجواء الف ليله وليله. ايه معلوم؟ وينك؟ ولا تنسى كمان تكتب بالسماء وبالليزر فيلا نقطتين فوق بعضهم، فريدة زمانها، وتحت فريدة زمانها افتح قوس واكتب ابو طارق وام طارق وسكر القوس. عظيم. بدي كل شيء يوم الخميس يكون جاهز. ايه الله معك، مع السلامة. انا ما دبر معه 10 خدام لونه اسود. لكن مين بدك تعزمي كمان؟ يا سيدي اكتب عندك زهير قنوع مرته وولاده. يا سيدي أنا مرقت بالصدفة على الأرض وشفت التصميم. إيه قسما بالله العظيم فرحت لك من نص قلبي. شكرا يا ابو سمهر، تشكر حبيبي. إيه يا أبو طارق، يعني بعد إذنك ممكن تعطيني اسم المهندس اللي عمل لك هالتصميم الحلو؟ العنوان؟ صدقني يمكن نسيته بالبيت، لأنه هو نقل من بيته وغير عنوانه القديم. على كل حال أنا فهمت منه أنه مسافر 4 شهور الصيف. يا سيدي مو مشكلة، أنت بس أعطيني إياه وأنا بنتظر إن شاء الله 5 أشهر كمان. إيه ليش لا؟ على عيني وراسي أبو سمهر، ببقى بأمن لك يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا. ألف مبروك مرة ثانية. يخليك ربي. يا أهلا وسهلا مرحبا، مع السلامة. العمى على أكل الهوا. قال بده عنوان المهندس ماهر. الو اهلين دكتور نصر، اهلا وسهلا مرحبا. نعم بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. اي والله، اي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. اي على عيني وراسي. الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي ابو طارق اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلا. ها بس يا ام طارق، انا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهاية. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هي كل مخططات الفيلا المدنية والمعمارية والكهربائية والفنية، وحطيت لك الصور جواتهم. ليكون عندك نسخ تاني منها يا استاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أساوي مثل لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غيره؟ أبدا، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته ليل مع نهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة. مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقول له؟ قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا أحلى من فيلتكم المشرشحة. هذا على قوله سيدي. وبده يعمل فيلا تانية مثل فيلتكم لواحد اسمه أبو نواف. ومنو هذا أبو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات، وهلأ عم يبيض أمواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي، هلأ المهربين صاروا بدهم يقلدونا؟ نجوم السما أقرب لهم. بسيطة يا أستاذ ماهر، بسيطة. تفضل يا أستاذ ماهر. شكرا سيدي، عفيني أنا ما بدخن، الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام، الشغل عظيم، إن شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر، أنا الحقيقة بعزك كتير وبحب مصلحتك، الله يطولنا عمرك يا سيدي، شكرا جزيلا.
ولا السبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مغري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل، هاي العقد وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي، شكرا جزيلا. بس أنا ما بحب السفر، وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف، بس والله سفر حلو. يعني أنا رح أبعتك. معلش سيدي، أنا بعتذر وشكرا لمبادرتك. أنا ما بحب السفر. طيب بسيطة. أنا بقدر موقفك تماما. تأمروا شي تاني سيدي؟ لا أبدا، سلامتك. قال ما بيحب السفر. قال مرحبا. شو هاد؟ خير شو في؟ تفضل معنا إذا تريد. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك 6 تهم رح أقول لك إياهم، بس أنا بنصحك ما تحكي أي كلمة لحتى يكون في محامي، لأنه أي كلمة بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هالست تهم بالله؟ أولاً تهرب من الضرائب. ثانياً مخالفة بالمواصفات بآخر تعهد أخذته. ثالثاً سرقة حديد وخشب وشمينته وأنت عم تعمر فيلا فريدة زمان. رابعاً العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بتسجلهم بالتأمينات الاجتماعية. خامساً شهادة الاختصاص اللي عم تمارس على أساسها المهنة مزورة وغير معترف فيها. وسادساً وأخيراً لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت. فظاع على هالبرد. البرد بلش يقوى والجناين ما عاد ينام فيها. وبعدين معك يا صبري، وبعدين بدك تضلك تنام بالجناين بالصيف وبالسجن بدك تنام طول الشتاء. شو بدك أحسن من هيك؟ ليش في أحلى من نوم الحبس؟ ما في على قليلة تدفى وترتاح من مصروف الأكل والشرب. يلا خليني روح الاقي لي قرني ادفى. هوني ما بدي. ريتني ايدك. ما اخذنا شيء. ريت يلا تيسر يلا. يسر ما بيحكي مع الواحد بيحكي معه.
معلم يا معلم، انا اللي خير شو في؟ شو صار ابو رزان؟ لك شوفت عينك شو؟ هروني المشهد ضربة حجر. مين ضرب لك يا؟ لك شو بيعرفني واحد من الحرام؟ خلاص هذا هو العشاء المرتب، لحمة وما لحمة وهيك، ودفع الفاتورة وشي على السجن إن شاء الله إن شاء الله. تعال وين رايح؟ لفوق لجوا. لوين لفوق؟ على المطعم لوين يعني؟ مشان شو بدك تطلع على المطعم؟ بدي آكل، بدي أتعشى. بس عندنا بالمطعم ما في محلات. بلا في هون في طاولة، هونيك في طاولة لك حبيبي هدول محجوزين لناس لهم قدرهم وقيمتهم. شو يعني نحن مو محبين هنا؟ لا تاخذ وتعطي معي مشان الله. يلا احمد يلا. ما بدي ما بدي على السيف مع السلامة. شرفتوا ايه يا حبيبي 80,000 دولار ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بدي صحن فول محمص، صحن فول بزيت وسمنه، وصحن فول بحمض وثوم، وبدي فتة تسقية بسمنه وزيت وحمض تفضل تسقية تفضل. صحن مخلل إذا في ومقبلات. إذا في بصل أخضر كمان جيب لي. عيني. والحمص تسقية ما تنسى. العمى بقلبك شو وقح؟ لك جوعان ومعك مصاري فهمنا، بس اللي ما فهمته ليش تطلب حمص بلحمه وفول وشبع يخرب بيتك شو ندل؟ لك نص بطران كمان. لك انا بستاهل الحبس، انا بستاهل الحبس. لك بتكفيك القتله والتقليعه، يلا امشي من هون. دقيقة هاي الشرطة إذا بدك نادي. لك حاجتك جوعان امشي من هون. امشي. ولي هي لقيتها كلمتين حلوين وتلطيشة على النايم وحركة بتسم البدن بتتولول وبتلم علي الناس والشرطة. مرحبا يا حلو. أهلين يا قمر. شلون؟ عم نقول أهلين يا قمر. شو بنا؟ شو ما عم تسمع؟ عم بسمع بس أنا أنت شو؟ أنا مالي هون منوم. أنا مالي هون منوم. لك تعا وين هربت؟ قولي عليك شو أجدى. تعال شيء ما في غير هالشمسية اللي بيد الرجال. والله إذا سلكت له إياها ليطير عقله ويقيم قيامتي. بس لازم ضلي ماشي ورا لحتى يعرف من كل بيت عنصر الأمل. هات لا في بيدك على شمسيتي. هاي شمسيتي مو شمسيتك، هاي شمسيتي. آسف يا حباب، صدقني لو لقيت لها صاحب ما كنت أخذتها، بس وأنا وطالع من المسرح كانت محطوطة على الكرسي، سألت عن صاحبها ما لقيت لها صاحب، أنت أخذتها، قلت لحالي بتنفع.
فضاع البني ادم شو عينه ضيقه، لانه انا بصراحه مو بحاجه لافرق شمسيه. بقى اخي حقك علي، وهي بوسه من راسك، ولا تواخذنا خيو، شمسيتك رجعت لك. السلام عليكم. خير ان شاء الله. شو في؟ ما في شيء يا سيدي، ما في شيء. طيب كل عام وانت بخير. انت بخير. نقطعت المطار وليه على الحظ، يعني ما علي اذا بروح على البحر بنشفوه. مرحبا صبري. اهلين بس سيد حسن، صرت لك ايدك. لك وين مالك مبين؟ صار لي زمان ما شفتك. وين بدي يكون يعني بدي يكون بالدنيا، عم نلف بالشوارع الحمد لله. وشلون ماشي ايامك؟ الله يسامحك على هالحكي، يعني شلون شوفت عينك زفت. وانت طمني شلون ماشي امورك؟ انا عم اشتغل عند ابو عبدو الفران، والحمد لله ربك سترها علي. شو بك شارد صبري؟ والله عم فكر فوت على الحبس انا الثاني حتى ربك يستر علي، بس ما عم تزبط معي، يعني كل الابواب مسكره بوشي حتى باب الحبس. لا يعني فكرك بالحبس رح تنفض بجلدك؟ مو انفض بجلدي، بس كيف ما كان الواحد بياكل وبيشرب وبينام، يعني وانا ما عم بقدر اصير مثل الناس، ما عم بقدر منوم يا سيد حسن، بس مشان الله الي انا شو ناقصني حتى اصير مثل العالم هي. ناقصك تتعلق براسك وترجع تصالح اهلك وتدور لك على شي شغله تسترك وتعيش منها عيشه كريمه. مزبوط سيد حسن، بس انا تعودت على العيشه. انا ما في شيء اسمه تعودت. اهلك ناس اوادم صحيح، يعني حالتهم على قدها، بس على القليله عندهم بيت وحالتهم مستوره، وانت لازم تشتغل حتى تساعدهم. مزبوط، لازم اشتغل، بس انا ما عم لاقي. انا شلون ما عم بتلاقي؟ مو قال لك ابو سعيد الدهان امتى ما بدك تعال عندي حتى شغلك؟ وابو عمار الكوا، وابو خالد بياع الفول، وابو وليد اللحام. بقى حط حالك براسك وحاجتك بقى تشرد. قلتك بتزبط معي. ليكو التاني وليش لحتى ما تزبط؟ صبري، إذا نويت بتزبط،
يلا خاطرك انا مستعجل، بدي ادخل على الصلاه وروح عايد على اهلي. وانا الثاني رح اعمل هيك. يعني بصراحه تعبت كثير يا سيد حسن. اصبح خلص، روح عند ابو سعيد الدهان وربك بيدبرها معك. شو توعدني؟ ولا يهمك، بوعدك. من اليوم ورايح ما عاد في نوم لا بجنينه ولا بغيرها، وبدي اشتغل. هيك ها؟ يلا كل عام وانت بخير. وانت بخير سيد حسن. يلا خاطرك صبري. لك يا ويلك من الله يا حرامي يا كلب، ولك بالجامع وعم تسرق زبابيط؟ شوفي على الشوفة. كمشتك يا حرامي الشحاحيط يا لدن. امشي قدامي لك امشي. سيدي على الله وكيلك، انا ما دخلني انا. ولك بالجرم المشهود عم تقول لي مو انت؟ لك مو هو يا شباب، مو هو؟ والله ما بعرف، بس ليكن قدامه. يا سيدي والله حرام هيك، والله حرام. حرام، امشي يحرم جلدك عن عظمك. امشي يا سيدي يا سيدي. والله لا على